حظ وطاقة برج الدلو. برج الدلو انت منتظر تخلص من شخص فضولي حد زقه عليك وهتخلص منه ان شاء الله. الشخص ده عايز يعرف كل تفاصيلك، متدخل في حياتك بشكل مزعج جدا، انت مخنوق منه ونفسك تخلص من الشخص ده، وان شاء الله هتقدر تخلص منه على خير يا برج الدلو. برج الدلو انت بتدور على رزقة متعلقة بحكم او كلمة جاية او حكم قضائي، ممكن الرزق ده متعلق بيه وان شاء الله هتوصله يا برج الدلو. برج الدلو ما تتسرعش في قرارات بتخص العمل علشان هترجع تندم عليها مرة تانية. انت خدت قرار متسرع وخسرت مبلغ من المال ورجعت ندمت مرة تانية يا برج الدلو. ما تستعجلش على انهاء امر انت بدأته. انت بدأت في امر معين وحسيت انه مش جايب نتيجة او مش ما وصلتش للهدف المرغوب منه، علشان كده بتحاول تنهيه، فبلاش تستعجل وتحلى بالصبر يا برج الدلو. طاقتك النهاردة كلها صبر، حاول تصبر على امور كتير في حياتك. انت استحملت كتير جدا برج الدلو وما بيجيلوش حاجة بسهولة، كل حاجة لازم بعناء وتعب، لكن ان شاء الله الخير كله في انتظارك، والارزاق كلها هتتفتح لك يا برج الدلو. انت داخل على منافسة مع اشخاص مجهولين، لكن هتكسب المنافسة دي وهتوصل لهدفك بإذن الله، والله أعلى وأعلم. ممكن شغل جديد مع أشخاص جديدة داخلة حياتك. ركز على نفسك وما تبصش لكلام الناس، وابعد عن الناس المحبطة اللي بتديلك طاقة سلبية وبتقولك انك مش هتقدر تعمل الحاجة دي، لكن انت هتقدر وقدها وقدود يا برج الدلو. عندك علاقة عاطفية تعباك وقلقاك جدا وبتحاول تخلص منها ومش قادر، علاقة سامة وانت عارف ان هي سامة يا برج الدلو، قفلت الباب اكتر من مرة ورجعت فتحته تاني، وده اللي تعبك وقلقك علشان مش قادر تخلص من العلاقة دي. عندك طاقة مستفزة او لا مبالاة من الشريك، انت فاهم كده ان هو عنده لا مبالاة بالنسبة لك، لكن التمس له العذر يا برج الدلو، حاول تلتمس له العذر، ممكن يبقى عنده مشكلة او ظروف هي اللي بعدها عنك. انت ايدك في ايد حبيب، بتحاول توصل لهدف معين وعندك بداية جديدة بإذن الله، ممكن انتقال لبيت جديد، انتقال لعمل جديد، لكن على خير وهتحقق منها كل اهدافك بإذن الله، والله اعلى واعلم. برج الدلو دايما بيوصل بعد معاناة، بس هتوصل بإذن الله، وربنا هيكبر بخاطرك يا برج الدلو على تعبك وصبرك السنين اللي فاتت. برج الدلو عانى كتير جدا، وإن شاء الله ربنا هيديك ويرضيك يا برج الدلو. عندك انتقال لمكان بعيد عن مكانك وانت خايف منه، قلقان، خايف ما يبقاش معاك الأموال اللي تسد فيها في المكان ده، اللي تصرف عليها من يعني في المكان ده غالي مثلا عليك او بعيد ما انتش عارف تفاصيله، فانت عندك قلق وخوف من الانتقال.